يا مساء الفل عليكم متابعين مسلسل إليف. هنا بتبدأ حلقتنا لما كانت جونجا كالعادة بتحضر الأكل لأرزو، علشان هي بعد الأكل بتديها البرشام المنوم اللي هو بيفضل منيمها على طول. ولكن المرة دي جونجا أول ما دخلت الغرفة بتاعت أرزو اتفاجئت إن هي لسه نايمة ومتغطية، فقعدت تنادي عليها أرزو خانم أرزو خانم في ايه، وقعدت تقولها كده. فلقيتها ما بتردش، فقعدت تكلم نفسها وتقول اصبري بس عليا كلها كام يوم وهخليكي تنسي كل شيء زي ما انت عملت فيا. انا هعمل فيكي واحدة واحدة وهنتقم منك وهرجع كل اللي انت خدتيه مني. طبعا عمالة تكلم نفسها، وطبعا اللي تحت اللحاف ما هياش أرزو ولا حاجة. وهنا كانت أرزو بدأت تشغل دماغها وبدأت تفكر بالانتقام من جونجا. في الوقت ده كانت أرزو بتتفق مع حد ان هو يخطف جونجا علشان تحاسبها يعني على اللي هي عملته فيها، لان زي ما احنا عارفين في الحلقة اللي فاتت أرزو سمعت كل حاجة، وسمعت ان جونجا كانت بتتفق مع حد ان هو يخلي البيبي بتاع أرزو يموت. قالت له احنا لازم نجهض البيبي ده، مش لازم يعيش ابدا. كانت عرفت خطة جونجا ان هي بتديها ادوية، وان هي بتحاول بكل الطرق تتخلص من البيبي اللي عندها. طبعا هنا أرزو خلاص اتفقت مع الرجل اللي هيخطف جونجا، وكمان عطته صورة ليها واخد الصورة ومشي. وهنا ليلى رجع من بره زي ما احنا شايفين مامتها متعصبة جدا عليها وبتقول لها انت فين كنت لحد دلوقت؟ قالت لها انا كنت بقيس الفستان عند ملك. قالت لها وبتقيسي الفستان ليه ان شاء الله؟ بتقيسي ليه وهو ما فيش خطبة اصلا؟ انا عرفت ان انتي وجلنور متخانقين. فطبعا سابتها ونزلت زي ما احنا شايفين، وكمان اتصلت عليها. اتصلت على ملك، ليلى اتصلت على ملك. قالت لها انا جايه اقيس الفستان عندك عشان كان اخر حاجه بتشوف شويه تظبيطات فيه. هنا بقى جونجا دخلت برضو، لقيت أرزو المفروض ان هي لسه نايمة. اتفاجئت جونجا وقالت لا مش معقول ان هي تفضل نايمة كل ده، اول مرة تفضل نايمة لحد دلوقتي، ده خلاص ده عدى وقت كبير قوي، ده حتى لو علشان البرشام فمفعوله المفروض يكون راح. فقعدت تنادي عليها ما بتردش. فقررت ان هي تشيل اللحاف وتشوف هي فيه ايه بالظبط لا يكون جرالها حاجة. طبعا جونجا اتفاجئت اول ما شالت اللحاف وعرفت ان ارزو اصلا مش موجودة تحت اللحاف، وحاطة مكانها مخدات زي ما احنا شايفين. فاتخضت جونجا وقالت ايه ده، ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهمة اي حاجة، هي امتى خرجت وازاي تعمل كده؟ ازاي تحط مخدة؟ لا اكيد ارزو سمعت اي حاجة من اللي انا كنت بتكلمها. في الوقت ده جونجا طبعا كانت خارجة من البيت، واتفاجئت ان في رجال بعربية كده دخلوا المزرعة واخدوها من قلب المزرعة، وقعدت تصرخ وتقول لهم اتركوني بحالي اتركوني، ولكن هم ما سابوهاش ابدا، اخدوها ومشيوا. طبعا دول الرجال اللي بعتهم ارزو. وهنا كمان ليلى كانت سارقة مفتاح الشقة مفتاح البيت اثناء ما هي رايحة جاية عند ملك. اخدت منهم مفتاح من غير ما حد يحس، ولما عرفت ان ملك مش موجودة في البيت كانت بتقول لها انا جاية اقيس الفستان، وملك قالت لها للاسف ما فيش حد موجود في البيت وكلنا خرجنا. في الوقت ده استغلت ليلى الفرصة ودخلت البيت علشان تشوف ذكرياتها يعني مع يوسف، وتحاول ان هي تشوف الغرفة اللي فيها يوسف، وتحاول ان هي تعرف اي معلومات في البيت. وبنيجي هنا لآيلة وهي وطولاي قاعدين قلقانين قوي على مراد، وبتقول لها مراد اول مرة يتأخر، حتى انا عمالة ارن عليه ما بيردش عليا خالص، وانا بدأت اقلق عليه اول مرة يعمل فيا كده. وفجأة تليفونها اتصل، فبترد على التليفون وبتتفاجئ ان حد بيقول لها ان مراد عمل حادث او حد ضربه، او مش عارفة ايه اللي حصل له بالظبط، بس مراد فيه مشكلة. هنا بقى ليلى دخلت الغرفة بتاعت يوسف. طبعا اول ما دخلت الغرفة افتكرت كل ذكرياتها مع يوسف، لان دي كانت نفس الغرفة بتاع يوسف وهو صغير شوية، لما كان ايام المراهقة هو وليلى، وايام الدراسة لما كانت بتروح عنده البيت علشان تدرس، وكانت دي الغرفة بتاعته. بدأت تفتكر كل ذكرياتها مع يوسف، وهي كانت مبسوطة قوي في الغرفة، وكمان كانت مبسوطة قوي ان هي في حاجة يعني تخص يوسف وكده، لان هي طبعا كلنا عارفين مشاعرها تجاهه. طبعا في الوقت ده سمعت صوت حد جه تحت، وعرفت ان ملك خلاص رجعت البيت هي وكل اللي معاها.
في الوقت ده اتخضت جدا ونزلت تشوف، تحاول ان هي تخرج من غير ما حد يشوفها، ولكن ما عرفتش ابدا ان هي تخرج من البيت. طبعا لقت ملك وزينب والسيدة عالية رجعوا من المشوار بتاعهم. في الوقت ده كانت واقفة بتحاول ان هي تخرج، ولكن هما دخلوا وقعدوا في الصالون واستنت شوية كتار قوي علشان تحاول ان هي تعدي من غير ما حد يشوفها وتخرج برا البيت، ولكن ما عرفتش خالص تتصرف. في الوقت ده كانت ملك طالعة تجيب الأدوية للسيدة عالية، وهي كانت سامعة ملك وهي بتقول لها انا هروح على غرفتك اجيب لك الدواء بتاعك، لان السيدة عالية كان الضغط عالي عليها وكانت جاية من برا تعبانة شوية. في الوقت ده كانت ملك خلاص طالعة الغرفة بتاع السيدة عالية علشان تجيب الدواء، وسمعت ليلى ان ملك طالعة، فهي كانت واقفة مستخبية عند السلم. في الوقت ده جريت على فوق علشان تلحق تستخبى قبل ما حد يشوفها، وملك كانت طالعة وراها على السلم. في الوقت ده هي دخلت الغرفة بتاع يوسف تاني، مش لاقية مكان تروحه، فدخلت الغرفة وسابت الغرفة مفتوحة ووقفت ورا الباب علشان محدش يشوفها. في الوقت ده ملك اتفاجئت ان الغرفة مفتوحة، قالت هو يوسف جه ولا ايه؟ وقفت على باب الغرفة وبدأت تنادي عليه، ولكن محدش رد عليها، فقفلت الغرفة ونزلت على تحت. في الوقت ده ليلى حمدت ربنا ان هي ما شافتهاش، ونزلت عطت الأدوية للسيدة عالية، وزينب كمان قامت جابت لها كاسة مية علشان تشرب بيه الأدوية، وقعدوا يتكلموا شوية في الصالون. وفي الوقت ده نزلت ليلى للمرة التانية وبتحاول ان هي تخرج من البيت، ولكن مش عارفة تتصرف، فقررت ان هي تخرج من باب الجنينة اللي هو اسهل ليها. بس للأسف وهي خارجة من باب الجنينة خبطت الفازة اللي على الترابيزة دي، فوقعت على الأرض وكلهم سمعوا الصوت. في الوقت ده ليلى تفكر برضو ان يوسف موجود في البيت، فقعدت تنادي عليه وتقول له يوسف، فما ردش عليها. قامت تشوف فيه ايه ودخلت، طبعا لقيت باب الجنينة مفتوح، فدخلت الجنينة وبدأت تنادي على إليف وإنجي وعلى يوسف، لأن طبعا هو كان يوسف واخد إليف وإنجي وبيفسحهم شوية تقريبا. ففي الوقت ده رجعت تاني وقالت لهم انا ما لقيتش حد، ما فيش اي حد، مش الولاد وكده، اكيد الهوا هو اللي زاح الفازة. في الوقت ده خرجت ليلى من الجنينة اخيرا وماشية متوترة جدا، واتفاجئت بيوسف قدامها. كان يوسف جايب الاولاد اليف وانجي، وكان جاي فاتخضت اول ما شافته، فبيقول لها مالك فيكي حاجة ولا ايه؟ شكلك مخضوض وشكلك مش على بعضه. قالت له لا ابدا ما فيش اي حاجة، انا بس مستعجلة شوية. وحاولت ان هي تقفل معاه في الكلام علشان هي محروجة من اللي حصل، وعلشان كمان مش عارفة تتصرف، فكمان قفلت معاه في الكلام ومشت، وهو اخد اليف وانجي ورجع على البيت. وبتخلص الحلقة بتاعتنا على هنا، نستنى نشوف الحلقة الجديدة وايه الاحداث اللي هتكون فيها. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله.